اوعى تشرب ميه وانت واقف. شفت فيديو لدكتور التغذيه بدون ذكر اسماء تحذر من انك اوعى تشرب ميه وانت واقف، ولازم تشرب على 3 مرات، لان ده بيقلل من ترسبات الكلى وبيحافظ على صحه المريء والمعده، وحاجات تانية كتير كانت بتقولها في الفيديو. انا عارف ان شرب الميه وانت قاعد وعلى 3 مرات ده من السنه، وطبعا ده مفيش كلام عليه، بس ليه بنربط السنه بكلام علمي ملوش اي اساس من الصحه؟ عايز اعرف فين المصدر اللي بيقول الكلام ده، او فين الدراسه اللي جابت مثلا مجموعتين وخلت مجموعه تشرب كميه من الميه على مره واحده ومجموعه تانية تشرب كميه من الميه على 3 مرات، وثبتوا كل العوامل التانية والمده لا تقل عن 8 ل 12 اسبوع. كل اللي انا بقوله ده عشان نقدر نوصل لبحث يعتمد عليه. طبعا اللي انا بقوله ده ما حصل، ومفيش دراسه اتعملت بالشكل ده. وعلى فكره برضو لو في دراسه واحده معموله بالطريقه دي ده مش كافي، لان عشان نحكم على موضوع معين بنحتاج دراسات كتير تتعمل وبطرق مختلفه عشان نقدر نوصل لنتيجه ونقول ان فعلا هي دي الصح. فيا ريت لو في حاجه احنا منحازين ليها عشان ديننا وعشان هي سنه ما نبقاش بنربطها بكلام علمي مش مظبوط. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس تحت.